بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في جولة تتبع للأخوة في تجمع أحرار حوران، قمنا برصد أحد الحالات الإنسانية التي ضاقت بهم السبل. إنها عائلة سورية كانت تقطن في اللجاه، وبسبب الحرب الدامية التي استمرت 5 أعوام أجبرهم الحال على النزوح كما هي حال معظم العوائل السورية، ولكن هذه العائلة لها خصوصية سنخبركم بها بعد قليل بإذن الله عز وجل. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام، صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام، صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول الإجرام. أخبرهم أننا إخوتهم ونعانق دين الإسلام، صور يا عمي خيمتنا إن بقيت في الثلج خيام. أخبرهم أننا إخوتهم ونعانق دين الإسلام، صور يا عمي خيمتنا إن بقيت في الثلج خيام. لا موقد نار يدفئنا، لا حطبا لا بعض حطام. قرب عدساتك من صحني، كيف خلا من أي طعام، كيف خلا من أي طعام. هل تعقل أننا من فقر لا نجد الخبز لأيام؟ هل تصل الكاميرا يا عمي لتسجل صيحات عظام؟ هل تقدر أن تصف عذابي أو تنقل صوت الأسقام، أو تسمع آهات فؤادي وتبلغ عنه الأقوام؟ الدم يتجمد في عرقي ويجمد معه الأحلام. أتوارى عن أمي وأبي لأخفف بعض الآلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم قمنا بجولة مع الأخوة في تجمع أحرار حوران لنرصد بعض الحالات الإنسانية في المنطقة الجنوبية في محافظة درعا، ولكن أدت بنا السبل إلى عائلة قد تقطعت بهم السبل. إنها عائلة نزحت بسبب الحرب الدامية التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري المكلوم، ولكن لهذه العائلة خصوصية. كلنا يعلم أن الحال غني عن السؤال، ولكن هذه الحالة وجب علينا أن ننقل معاناة هذه الأسرة التي كانت تقطن اللجاه وأجبرتها الحرب على النزوح كما هو حال معظم العوائل السورية. الخالة أم عواد من منطقة اللجاه. خالة، كم ولد معك؟ نعم. والأخت هون بنتك؟ بنتي. نعم. كما ترون بعد عندي وحدة. نعم. غير هذا. الأخ عواد يعاني من مرض أصابه في 7 من العمر، أدى به كما ترون إلى شلل كامل في القدمين وفي اليدين، شلل شبه كامل، لا يحرك سوى رأسه ويتكئ على أريكته في تحت أشعة الشمس من أجل تغيير الحال الذي يعيش فيه داخل خيمته، التي يصعب على الكاميرات أن تطال هذه الحالة ربما لبعدها
في المنطقة الشرقية في محافظة حوران. أخوي عواد، شو المرض اللي أنت بتعاني منه؟ ولا كل شيء. ما يقدر ممكن يعني تحدثنا يعني من لما صابك المرض حتى اليوم شو اللي صار معك؟ صابوا يمشي على كنت امشي على حراس رجليني، نعم. وبعدين كنت وقعت، نعم. بعدين ما قدرت. فجأة. إيه. هسه ما ولا يشتي حاله ولا يتعب حاله ولا ابوه ينهض ايده هسه شايفينه قاعد بس نعم. ما ولا انا شيء هذا. وكذلك أصيبت بنفس المرض أخت الشاب عواد، وهي الأخت هيام كما ترون. فالواجب الإنساني والواجب الأخلاقي والواجب الديني أن ننقل معاناة هذه الأسرة، خاصة أن والديهما قد بلغا من العمر عتية كما ترون الخالة أم عواد، لتتكلم لنا عن مأساة عائلتها التي تقطعت بهم السبل. احكينا خالة، كيف نزحتوا وليش نزحتوا وهل لكم معيل؟ لا يا اخي لو نزحنا غصبا عنا ما عاد راح دارنا وراح بيتنا وراح فرشنا وراح كل شيء لنا طلعنا بروسنا. نعم. والله بروسنا. عندكم معيل في العيلة خالة؟ ها؟ معيل يعني رجل يعينكم لا على حوائجكم، لا. على أمور لا. معيشتكم؟ عندنا زلمتنا كم عمره 60. أبو عواد إيه. يبلغ من العمر 60 عام. عمره 60. لا شوف العالم تشتغل هسه وبعد يشوف اللي يروح للزيتون اللي يروح نعم. للقطاطا ولا نعم. ما عندنا خالة، يعني كونه أنه لا يوجد في العائلة معين، لا والله. وكما ترون يعني ما وتشاهدون أنها عائلة منكوبة بكل معنى الكلمة، بس عرفت تخبز لو ولا يوجد لدى الخالة أم عواد سوى هذا الشاب وكما ترون حاله، وسوى هذه الفتاة كما ترون حالها. خالة أم عواد، ما هي يعني الحاجات الأساسية والضرورية يعني لاستمرار المعيشة اليومية؟ يعني أكثر شيء تحتاجونه في حياتكم اليومية، شو أكثر شيء بتحتاجوه خالة؟ والله يا اخي يعني وش ودي يعني ودي اعدلك كثر خير الله. والله يا اخي نجيت معنا يعني شيء يجينا شيء عشاء والله ماشي اكذب عليك شيء ماشي. هيام، هل يحتاجون لعلاج خالة مثلا؟ والله يا خالي علاج هسه احنا ما عاد في أدوية بتناولوها؟ أدوية معينة مثلا؟ مضى الوقت قبل يوم خذيناهم ولا لنا هذا ما لهم دواء قبل يوم مقعد نعم. خذيناهم قالوا ما لهم دواء. ليش؟ والله ما أعرف ما نقدر إيش ما أعرف لأني ما أفهم حاجات بهالشيء. وظلوا نجيب لهم يعني نعطيهم حتى الأكل يا حسرتي يعني يأكلون لا وينها. لا يستطيع الشاب عواد والأخت هيام حتى تناول طعامهما، فتقوم هذه الأم العجوز أم عواد بإطعام ولديهما التي بلغت من العمر عتية. وكما ترون الحالة غنية عن التعريف، فنرجو من أهل الخير ومن أصحاب الأيادي البيضاء أن يمدوا يد العون لهذه العائلة المنكوبة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله ما جاءت كاميرتنا إلى هنا إلا لنقل معاناة هؤلاء وابتغاء مرضات الله عز وجل. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من ثكلى شردها طول الإجرام. وخير ما نختم به حديثنا مع هذه العائلة أننا إن شاء الله وبإذن الله عز وجل سنقدم لكم ما نستطيع عن طريق الأخوة في تجمع أحرار حوران، والذين نلمس منهم اليد السخية واليد البيضاء في هذا التجمع الكريم الذي نشأ في بداية هذه الثورة العظيمة، ولا يزال بهمة شبابه وبهمة أعضائه متماسكا إن شاء الله إلى حين النصر أو الشهادة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أن الأمة تجهل حالي يا رجل الإعلام، لا يمكن أن يبلغ خبري للمليار وهم كنيام، لن أظلمهم ولذا صور، فالظلم شقاء وحرام. أتريدون الجنة صدقا والفردوس وطيب مقام، وجوار محمد في خلد والنظر لوجه العلام. جودوا مالا جودوا حرفا ودعاء في جنح ظلام، جودوا مالا جودوا حرفا ودعاء في جنح ظلام. وأروا المنعم منكم خيرا حتى يجزي بالإكرام. أستودعكم ربي حتى ألقاكم في دار سلام، ألقاكم في دار سلام. صورني كي يصل ندائي للأمة فتجيب الشام. صور آلافا من بشر شردها طول الإجرام، شردها طول